السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثواب لا يخطر على قلب بشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. الله أكبر. الإنسان اللي بيسعى على مصالح ومعايش الأرملة والمسكين كأنه مجاهد في سبيل الله، ذلك في الأجر والثواب وليس في نوع العمل. وكالقائم لا يفطر، كأنه بيقوم كل يوم طول الليل ولا يفطر أبدا عن الصلاة. وكالصائم لا يفطر، وكأنه بيصوم كل يوم طول العمر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالساعي هو الذي يجتهد في قضاء حاجات الأرملة والمسكين، ينفق عليهما، يسعى في مصالح الأرملة والمسكين، يوفر لهما كل ما يحتاجان إليه من الطعام والشراب والدواء والمسكن وغير ذلك بفضل الله. الأرملة هي التي مات زوجها ولا تجد ما يكفيها وما يقوم بشؤونها، والمسكين هو المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه من المال أو من أسباب المعيشة. طيب السؤال هنا بقى، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين بالمجاهد في سبيل الله؟ قال لك لأن خدمة الأرامل والمساكين بتحتاج إلى بذل المال وبذل الوقت والجهد والصبر على متابعتهم والإخلاص وعدم الحرص على ثناء الناس ومدحهم. خدت بالك؟ فالموضوع محتاج مجاهدة مع النفس كبيرة جدا، بذل مال ووقت وجهد وصبر وهو بيتابعهم، وإخلاص وعدم الحرص بقى على إن الناس تثني عليه ويقولوا ما شاء الله هو ده اللي بينفق على اليتامى والأرامل والمساكين وهو ده الرجل الخير. لا، ده بيعمل كده ابتغاء مرضات الله وبينه وبين ربنا، محدش مطلع على هذا العمل. فمن قام بذلك ابتغاء وجه الله نال أجرا عظيما، حتى شبه أجره بأجر المجاهد في سبيل الله. لكن مش المقصود هنا ان هو بيساوي المجاهد في جميع الفضائل والأحكام، إنما يشبه بالمجاهد في عظم الأجر والثواب بفضل الله، لأن أفضل الأعمال حبايبي هو ما تعدى نفعه للغير. ولذلك أختم بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور. أي سرور؟ سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط يوم القيامة. شوفوا بقى، يعني في هذا الحديث هذه الجزئية البسيطة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله أكبر. شهر كامل لو حضرتك أو حضرتك معتكفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتخرجوش خالص، الصلاة في مسجد النبي بقد إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سواء نافلة أو فريضة أو سنة مؤكدة، الصلاة أكتر من 1000 صلاة، مش ب1000 صلاة. قال خير من 1000 صلاة فيما سواه. تخيلوا بقى، شوف، بنصلي الصلوات الخمس، وبنصلي السنن الرواتب، وبنصلي الضحى، وبنصلي قيام الليل. كل ما بنصلي صلاة بتحسب أكتر من 1000، يعني ممكن توصل ل1,000,000 أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم باللغة اللي يعرفوها. كان آخر رقم يعرفه العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو رقم 1000. لما يكون واحد عنده 1,000,000 دينار كان يقول: عندي 1000,000. فما كانوش يعرفوا أي رقم بعد 1000، فالنبي جاب لهم أكبر رقم اللي هو 1000، فقال: خير من 1000 صلاة فيما سواه. فتخيلوا بقى، بيقرأ القرآن
قاعد معتكف، بيذكر المولى عز وجل، كل صلاة بتحسب أكتر من 1000 صلاة بفضل الله. كم مليار صلاة هتتحسب له في الشهر ده؟ فبيقول لك لو مشيت مع أخوك في حاجته أفضل وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكاف شهر كامل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ثواب لا يخطر على قلب بشر. عشان كده شبه النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين بالمجاهد في سبيل الله، والقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. جعلني الله وإياكم من الذين يسعون على خير، على كل خير لليتامى والأرامل والمساكين، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.